ماجستير في التاريخ المعاصر من من جامعة بوزريعة، مسجل في دكتوراه الجزائر 2. هو أستاذ تاريخ الجزائر المعاصر بقسم العلوم الإنسانية جامعة مسيلة. يلقي علينا المداخلة بعنوان التاريخ الوطني ودوره في تحصين الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء الحضاري لدى الشباب الجزائري. فليتفضل مشكورا. أن أتوجه بالشكر الجزيل للرابطة الجزائرية للفكر والثقافة لإثارة هذا الموضوع المهم جدا، وعلى رأسها الدكتور بيطام. كما أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور سمير نائب رئيس الرابطة لإدارته لأعمال هذا الملتقى. ما شاء الله. كما أغتنم الفرصة لأبارك نيابة للحاضرين للدكتور عبد القادر الدحدوح أستاذنا الفاضل بسبب ترقيته إلى درجة بروفيسور، متمنين له المزيد من النجاح والتفوق. بالنسبة لموضوع مداخلتي هو التاريخ الوطني ودوره في تحصين الهوية الوطنية لدى الشباب الجزائري، وهو يدخل في إطار المحور الأول الذي يتحدث عن الوطنية في وجدان الشباب الجزائري. تعلمون بأن لكل أمة تاريخها الذي تعتز به وتفتخر به، والأمة التي ليس لها تاريخ لن تستطيع أن تصنع حاضرا ولا أن تستشرف مستقبلا. قمت بتقسيم المداخلة إلى مجموعة عناصر. أولا التاريخ علم ووجدان كمدخل مفاهيمي، ثم التاريخ في المنظومة التربوية الجزائرية، والتاريخ في المنظومة الجامعية الجزائرية، ثم تاريخ الجزائر بطولات وأمجاد، ثم تاريخ الجزائر كنقطة مهمة جدا وهو حصن لهوية الشباب الجزائري. نظرا لضيق الوقت سوف أكتفي بالعناصر الأخيرة التي تتحدث عن التاريخ بصفته وجدانا لجميع أبناء الشعب الجزائري. أنتم تعلمون بأن التاريخ لم يصبح اليوم أسطورة أو حكايات ماضية بقدر ما هو علم أكاديمي مستقل بذاته، له منهجية خاصة به يتداخل مع عدة علوم كالسياسة والأدب والفكر والفلسفة وعلم الاجتماع. يقول في هذا السياق الأديب المصري مصطفى لطفي المنفلوطي: من يعرف التاريخ العام الذي سبقه يضيف إلى عمره عدد سنوات ذلك التاريخ. وليس عجبا أن يذكر الفقهاء والمفسرون بأن أكثر من 70% من القرآن الكريم هي عبارة عن قصص تاريخية وسيرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم تتحدث عن روايات تاريخية مهمة جدا. بالنسبة للتاريخ لدى الشباب الجزائري، يتلقاه الشاب الجزائري منذ نعومة أظفاره، يعني في الأسرة عندما يكون يستمع لحكايات الأم والجدة والجد في المنزل، ثم عندما يتوجه الشاب الجزائري إلى المدرسة يتلقى تكوينا معرفيا في تخصص أو في مادة التاريخ، حيث نجد أنه في المنظومة التربوية الجزائرية بداية من السادة الثالثة من التعليم الابتدائي نجد كتاب مستقل خاص بمادة التاريخ. وكنماذج عن تلك المادة التاريخية الموجودة في المنظومة التربوية نأخذ بعض النصوص الواردة في كتاب السنة الثانية من التعليم المتوسط والسنة الثالثة من التعليم الثانوي. مثلا كتاب السنة الثانية من التعليم المتوسط يتلقى فيه التلميذ مجموعة من المعارف التاريخية خلال الفترة الوسيطة، يعني العالم قبل ظهور الإسلام والدولة العربية الإسلامية والمغرب الإسلامي. مثلا في وحدة المغرب الإسلامي هذه يتلقى التلميذ معارف تاريخية ترتبط بتعرفه على كيفية دخول الإسلام إلى الجزائر أو ما كان يعرف بنوميديا قديما. نجد مثلا في الصفحة 120 نص مهم جدا يقول في هذا الكتاب: إن الفتح الإسلامي للمغرب قد مس الصميم الحياة المغربية ونقلها من حال إلى حال، إذ نشأ عنه دين جديد ولغة جديدة وثقافة جديدة، فاندمج المغرب في جسم الدولة الإسلامية وصار له طابعه العربي والإسلامي المعروف به حتى اليوم. كما ورد في الوثيقة 1 من صفحة 115 يعني في نفس الكتاب: قاوم الأمازيغ الفاتحين مقاومة شديدة لم تعترضهم في أي بلد فتحوه، وذلك قبل أن يفقهوا الإسلام ويعرفوا قصد العرب والمسلمين، فلما فهموه اعتنقوا الإسلام وتوثقت الأخوة بينهم وبين العرب. يعني نجد بأن هذه النصوص كمثال تحصن التلميذ الجزائري من ما نراه اليوم
في رسائل تشكيكية موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي، موجودة في شبكة الإنترنت، تشكك في طبيعة العلاقة بين الفاتحين المسلمين والأمازيغ الذين هم السكان الأصليين لهذه البلاد. النموذج الثاني الذي نتطرق إليه هو نموذج كتابة التاريخ للسنة الثالثة من التعليم الثانوي، وهي سنة اجتياز التلميذ الجزائري لامتحان البكالوريا وبوابة الدخول للجامعة. هذه المرحلة تعلمون بأنها مرحلة حرجة في عمر أي شاب، لأنه فيه تغيرات فيزيولوجية نفسية تعرف بمرحلة المراهقة. يعني هذا الكتاب المدرسي الخاص بالتاريخ يراعي خصوصية هذه المرحلة ويجيب على تساؤلات التلميذ، خاصة فيما يتعلق بتاريخ الثورة الجزائرية والحركة الوطنية الجزائرية ومرحلة الاستقلال. هذا الكتاب يتوفر على 3 وحدات تعلمية. نأخذ مثال وحدة تاريخ الجزائر المعاصر. هذا الكتاب يجيب عن بعض العناصر. مثلا نأخذ نص واحد من الكتاب في صفحة 181 الذي يتحدث عن هجومات شمال القسنطيني ورد فعل الاستعمار الفرنسي. يعني من خلال هذا النص يعرف التلميذ مدى جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر من خلال شهادات لبعض المؤرخين الفرنسيين وحتى الصحفيين الفرنسيين الموجودين في الجزائر في تلك المرحلة. نجد أيضا أن هذا الكتاب يعني بتاع سنة ثالثة ثانوي يعطي للتلاميذ بعض المعلومات عن دور الدبلوماسية الجزائرية خلال فترة الثورة وما بعد الاستقلال، وبالتالي يعني فيه نوع من التكامل التاريخي الذي يتلقاه التلميذ من خلال معرفة تاريخ بلاده محليا ومعرفة النشاط الدبلوماسي لدولته وللثورة الجزائرية. بالنسبة للتاريخ في المنظومة الجامعية أيضا، لأنه الطالب الجامعي هو في حقيقته شاب جزائري، نجد أن هناك تخصص وهو تخصص تاريخ، تخصص علم الآثار. يعني هي تخصصات مرتبطة بالهوية الجزائرية، مرتبطة ببعض المواضيع الخاصة بالتاريخ الإقليمي والتاريخ العالمي. هناك خصوصية بالنسبة لأقسام التاريخ في الجامعة الجزائرية، يعني الأقسام القديمة الأولى قسم التاريخ بجامعة الجزائر وقسم التاريخ بجامعة قسنطينة، أن المؤرخين أو الأساتذة المؤسسين لهذه الأقسام هم في أصلهم كانوا مجاهدين أثناء الثورة التحريرية أو كانوا من طلبة جبهة التحرير الوطني في الخارج، في تونس، في القاهرة، في الولايات المتحدة الأمريكية. أنتم تعلمون جميعا الدكتور أبو القاسم سعد الله الذي يعد مؤرخ الجزائر بامتياز كان من المؤسسين الأوائل لهذا القسم التاريخ. دكتور جنان جمال، دكتور محمد عربي الزبيري، الدكتور يحيى أبو عزيز، دكتور محمد بشير الشنيتي ومحمد صغير غانم وغيرهم. هؤلاء الكفاءات الوطنية حاولوا تأسيس مدرسة تاريخية جزائرية أعطت للشباب الجزائري اللي وجهوا لتخصص التاريخ، أعطتهم نظرة جزائرية خالصة فيما يخص التاريخ الوطني، بعيدا عن النظرة التي كانت تسوق لها المدرسة الفرنسية في التاريخ التي كانت دائما تربط الجزائر بالوطن الفرنسي، تربط الجزائر بالحضارة الفرنسية. بالنسبة للتاريخ في الخطاب الرسمي، نجد أن الخطاب الرسمي الجزائري اليوم جميعه يتحدث عن ضرورة إحياء التاريخ الوطني، عن ضرورة إعطاء التاريخ أهمية لدى الشباب الجزائري من أجل تعزيز هويته، من أجل تعزيز انتمائه الحضاري. أخذنا مجموعة من النصوص. نأخذ مثلا نص السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مداخلته أو في رسالته المشاركين في أعمال ملتقى الولاية الثالثة التاريخية المنعقد بتيزي وزو، يقول: يجب أن يعرف الجميع بأن الشعب الجزائري انتزع استقلاله بفضل تضحيات أبنائه وبناته، ولكي يعلم الجميع أن الشعب الجزائري استرجع حريته واستقلاله ومجده وعزته وكرامته بدماء خيرة أولاده وبناته الأطهار والأبرار. فاستقلال الجزائر هو نتيجة مقاومة وطنية تعاقبت أجيال بعد أجيال في إذكاء شعلته إلى أن أثمرت من عتاق الشعب الجزائري الباسل من ربقة الاستعمار الغاشم. كنص آخر نأخذ مقتطف من كتاب الدكتور محمد عربي ولد خليفة وهو رئيس المجلس الشعبي الوطني، كتابه الاحتلال الاستيطاني بالجزائر. هذا الكتاب يتحدث عن التاريخ الاجتماعي والثقافي للجزائر خلال الفترة الاستعمارية. يقول في بداية هذا الكتاب بأن الوفاء لمبادئ الثورة فرض عين على كل جزائري أو على كل شاب جزائري. يعني لما نتحدث عن الثورة الجزائرية المباركة يعني نجد بأنه أي شاب جزائري لديه معلومات عنها، ولكن هناك بعض الحملات تسعى إلى التشكيك في الثورة الجزائرية من خلال
يعني شبكات التواصل الاجتماعي التي هي تعد أداة للعولمة، أداة لضرب الهوية الجزائرية. أنتم تعلمون خلال مرحلة السبعينات والثمانينات جاءت تلك المقولة التي تقول l'histoire à la poubelle، يعني التي دعت إلى التخلص من التاريخ الوطني. أيضا نجد بعض التشكيك في تاريخ الثورة الجزائرية اليوم والتخوين المضاد. يعني اليوم الشاب الجزائري بحاجة إلى التحصين بالهوية الجزائرية والمعرفة حقيقة التاريخ الوطني أكثر من أي وقت مضى، لأنه التشكيك في الهوية التاريخية هو في حقيقته ضرب للحاضر ووضع ضبابية للمستقبل. بالنسبة للحصن الذي يجب على الشعب الجزائري اليوم وعلى الشباب في كل المراحل الابتدائية المتوسطة والثانوية والجامعة، وهي أنه تخلق لدى الشاب الجزائري ذاكرة حية. هذه الذاكرة تكون معتزة بانتمائها الوطني للجزائر، معتزة بانتمائها للفضاء المغاربي، للفضاء الإفريقي، للفضاء العالمي. لأنه كما يقول أحد المفكرين المصريين اللي هو عبد الوهاب المسيري، وهو متخصص في دراسات العولمة، يقول بأنه الهدف الأساسي للعولمة هو خلق إنسان بلا ذاكرة. يعني لما يكون عندك إنسان ما عندوش ذاكرة، ما عندوش تاريخ، ما عندوش انتماء حضاري، تستطيع أن توجهه كما تشاء، تستطيع أن تضع فيه أي قالب ثقافي، أي قالب فكري، وبالتالي ما تكونش عنده هوية وما يكونش عنده حصانة. بالنسبة للشاب الجزائري اليوم في مرحلة البناء والتشييد، نعم هو بحاجة إلى الاهتمام بالتاريخ من خلال المنظومة التربوية والجامعية. ونجد أيضا بأن هناك محاولات أو هناك هيئات خارج قطاع التربية والتعليم العالي تسعى إلى الاهتمام بالتعليم التاريخي، تسعى للاهتمام بالتاريخ الوطني. نجد مثلا مجهودات وزارة المجاهدين، مجهودات المتحف الوطني المجاهد الذي كان على رأسه الدكتور بيطام وقام بمنجزات كبيرة. نجد المركز الوطني للبحث في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية وثورة أول نوفمبر، هذا الموجود بالأبيار، الذي أصدر مئات الكتب وأطر العشرات من الملتقيات التاريخية على المستوى الوطني. أيضا نجد الأفلام التاريخية ونجد الحصص الإذاعية، الحصص التلفزيونية التي تهتم بالتاريخ. رغم أن نقول بأن هناك اهتمام بالتاريخ وسعي لغرس التاريخ الوطني في أوساط الشباب، إلا أن هذا غير كافي. يعني ما زال العمل كبير، ما زال الطريق موجود إلى الأمام من أجل يعني الاهتمام الأكثر بهذا التاريخ. كلمة أخيرة نظرا لضيق الوقت لابد منها في رحاب هذا الملتقى المتميز، يجب أن نقف فيه وقفة شكر وإكبار للرابطة الجزائرية للفكر والثقافة لاختيار هذا الموضوع، لأنه تعلمون بأنه موضوع الهوية، موضوع العولمة الثقافية هي مواضيع الساعة، وإن كانت فيها بعض المواضيع الشائكة، فيها بعض العناصر التي تعتبر من الطابوهات في المجتمع الجزائري، ولكن عندما تكسر من طرف متخصصين في التاريخ، في علم الاجتماع، في علم النفس، في علم الإعلام والاتصال، من طرف الأجهزة الأمنية الموجودة معنا، هذا يعتبر خطوة في الطريق الصحيح من أجل تعزيز الهوية الوطنية التي يتميز بها الشعب الجزائري الذي لديه خصوصية وشخصية تاريخية وحضارية مميزة. لا يعني هذا الانكفاء على الذات أو الانغلاق، لابد يكون عندنا تواصل حضاري مع الآخر، مع العالم الخارجي، ولكن في إطار الندية وليس في إطار التبعية. وشكرا على حسن الاستماع. شكرا لك دكتور. وأخيرا وليس آخرا أدعو الدكتور سمير أبيش من جامعة واد سوف الحاضر معنا للمداخلة في عنوان وسائل الإعلام ودورها في تعزيز الهوية الوطنية للشباب الجزائري في ظل تحديات العولمة الثقافية. السلام على أشرف رسول الله. أوجه الشكر للرابطة الجزائرية للفكر والثقافة على هذا الملتقى الأول إن شاء الله. يعني وفي البداية تبادر لنا بنجاح لهذا الحضور وهذه المداخلات السابقة القيمة. كذلك الشكر موصول لرئيس الرابطة وبالنيابة على زميلي سمير بوبيش الذي لم يعرفه الحق للحضور وهو يعتذر. فالمداخلة
معنونة بدور وسائل الإعلام في تعزيز الهوية الوطنية للشباب الجزائري في ظل العولمة. تنطلق هذه المداخلة من إشكالية مفادها أنه إذا كنا بصدد الحديث عن هوية المجتمع وعن أكثر الفئات التي مستها تأثيرات مظاهر العولمة الثقافية في هويتها، فهي بدون شك فئة الشباب التي تجد اليوم نفسها في تماس مباشر مع إفرازات العولمة الثقافية طول الوقت، وهو ما يشكل تحديا كبيرا أمام هذا الشباب الباحث عن إثبات هويته وشخصيته الثقافية من جهة، والطامح إلى الاستفادة من منتجات العولمة وخاصة منها التكنولوجية. وهذا التحدي الذي يواجه الشباب الجزائري في عناصر هويته الوطنية أمام مخاطر العولمة حتى مع مؤسسات المجتمع وخاصة الثقافية منها، القيام بالدور المنوط بها من أجل حماية هذا الشباب وتحصينه من الاستلاب والانسلاخ الذي يهدده ويزعزع استقراره. ومن خلال هذا الإشكالية أو التقديم، المداخلة يعني تحمل مجموعة عناوين، بداية مفهوم الهوية الوطنية، الهوية الوطنية الجزائرية، العولمة الثقافية، مظاهر وانعكاسات العولمة الثقافية على الشباب الجزائري، وسائل الإعلام كوسائل للثقافة ولبناء الهوية الوطنية، كذلك وسائل الإعلام وتعزيز الهوية الوطنية للشباب الجزائري، ووسائل الإعلام وخدمة اللغة الوطنية، ووسائل الإعلام وترسيخ الوعي الوطني. هي على شكل العناوين، نحاول أكون مختصر لأنه الوقت يعني ربع ساعة غير كافية. بداية أولا مفهوم الهوية الوطنية. تتحدد الهوية الوطنية فيما يلي: الإقليم التاريخي أو الوطني، ثانيا الذاكرة التاريخية، ثالثا الثقافة العامة المشتركة، ورابعا الحقوق القانونية المشتركة والواجبات لجميع الأعضاء. وعلى ضوء هذه تتحدد الهوية الوطنية مفهوم الهوية الوطنية بالخصوصية التي تميز المجتمع عن غيره كالعيش المشترك والعقيدة واللغة والتاريخ والمصير المشترك. ومن هنا فإن الهوية الثقافية تحمل دلالاتها من المحددات الثقافية الأساسية والإقليم الجغرافي، بحيث تتفاعل عناصر هذه الهوية ضمن هوية مركزية أو أرضية مرجعية. الهوية الوطنية الجزائرية لقد بيّنت مختلف الأدبيات الوطنية بوضوح أن العناصر الأساسية التي تعبر عن الثقافة الوطنية الجزائرية تتمثل في الدين واللغة والوطن، وهي عناصر لشيء واحد، تمثل شيء واحد وهو الشخصية الوطنية. ومن ثم فالفصل بين عناصر الشخصية الوطنية هو نوع من الفصل المصطنع لمكونات الشيء الواحد الذي إذا سقط منه عنصر ذهبت حقيقته وتلاشت ماهيته. وهذه العناصر التي بيّنت هذه العناصر كمثال على ذلك جمعية علماء المسلمين مثلا في مشروعها التربوي والإصلاحي في الجزائر، وأوضحت أنها تتحدث بعنصر الإسلام الذي لا يتصور انفصاله عن اللغة العربية، ولا هذه الأخيرة أي اللغة العربية مفصولة عن القرآن والإسلام، كما لا يتصور الجزائر باعتبارها وطنا إسلاميا عربيا مفصول عن هذين العنصرين. حيث يعبر الشيخ بشير إبراهيمي في إحدى مقولاته أن الأمة الجزائرية هي قطعة من المجموعة الإسلامية العظمى من جهة الدين، وهي ثلة من المجموعة العربية من حيث اللغة التي هي لسان ذلك الدين. ويضيف كذلك بأن الجزائر وطن بربري قبل الإسلام يضم جماهير القبائل البربرية وأصولها الأولى، ووطن عربي إسلامي منذ دخله الإسلام يصحب ترجمانه الأصيل وهو اللسان العربي. كذلك مفهوم العولمة الثقافية. العولمة في الجانب الثقافي تهدف العولمة الثقافية في الجانب الثقافي إلى توحيد الثقافة في العالم باستخدام الجانب الثقافي والإعلامي بالصلة بالجوانب السياسية والاجتماعية بقصد بناء أساس يهيئ لتقبلها. وفي ضوء ذلك تم تكييف الثقافة من خلال وسائل إيصال ميسورة مثل قنوات فضائية، إلكترونات إلى غيرها، بقصد نقل الأفكار والمبادئ ونشر المعلومات لمستوى الشيوع بين جميع هذه الشعوب. الآن مظاهر انعكاسات العولمة الثقافية على الشباب الجزائري.
يتبين لنا التأثير الذي تمارسه العولمة على الشباب الجزائري من خلال المظاهر التالية: الاستخدام المفرط والعشوائي للغات الأجنبية على حساب اللغة العربية، النقص الواضح في الروح الوطنية ويظهر ذلك من خلال الإهانة التي تتعرض لها بعض الرموز الوطنية، كذلك النسب المرتفعة لمعدلات الهجرة الغير الشرعية نحو البلدان الغربية بسبب التسويق الإعلامي لهذه البلدان، كذلك النقص الواضح للثقافة الدينية والتاريخية الخاصة بحضارة وهوية المجتمع الجزائري لدى أغلب الشباب في مقابل شيوع الثقافة الفنية والرياضية وكل ما يتعلق بنجوم الرياضة والسينما، كذلك عدم الاكتراث للاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية عكس بعض المناسبات الأخرى كأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، الإقبال الكبير على المنتوجات الغربية خاصة من الألبسة والأطعمة وكافة أشكال الموضة التي تعكس ثقافة المجتمعات الغربية، كذلك اعتناق الكثير من الشباب للعديد من المذاهب والتيارات الفكرية والدينية التي تسللت مع الانفتاح على العالم الخارجي كالشيعة والجهادية والعلمانية وحتى بعض الطوائف التنصيرية، شيوع مظاهر التميع والانحلال الخلقي خاصة بين الشباب الجامعي، ضعف الوازع الديني بين الشباب والابتعاد عن أداء الواجبات الدينية، والآن ضوء وسائل الإعلام كوسائل للثقافة ولبناء الهوية. إن التنشئة الاجتماعية لأي فرد داخل أي مجتمع هي بالأساس العملية التي يتم من خلالها إكساب الفرد معايير ومعتقدات وسلوكيات الجماعة التي ينتمي إليها أو ما نشير إليه بثقافة المجتمع، إذ تجعل منه فردا مقبولا داخل هذه الجماعة وقادرا على التفاعل معها من خلال القدرة على فهم رموزها الثقافية. وإن الوصول إلى اكتساب المعايير والسلوكيات والمعتقدات الثقافية يتم عبر مجموعة من المؤسسات الاجتماعية التي أعدت خصيصا للقيام بهذه الوظيفة، وكذلك الانفجار المعرفي الذي شهده العالم والتطور الكبير الحاصل في وسائل الإعلام والتطبيقات التكنولوجية، خاصة مع الخصائص التي تتميز بها هذه الوسائل من القدرة على الانتشار والجاذبية والإثارة ومخاطبة جميع الحواس الإنسان وغيرها، جعل بحق الوسيلة الأكثر تأثيرا في التنشئة الاجتماعية، وهو الأمر الذي جعل البعض يرى بأن وظيفة تثقيف وبناء الهوية الاجتماعية للأفراد من أهم الوظائف التي تؤديها وسائل الإعلام، لما تشمل عليه من تعليم وتهذيب وحماية التراث ونشره وتوسيع آفاق الفرد وإكسابه مهارات وقدرات في كافة مراحل عمره. فهذه الوظيفة تعتبر ضرورية لخدمة مصلحة الجماهير الثقافية والوطنية، لأنه لا يمكن الاستغناء عنها لما لها من أهمية كبرى في حياة الأفراد، وعلى وسائل الإعلام إيصالها من خلال النتائج التي تريد الوصول إليها. الآن وسائل الإعلام وتعزيز الهوية الوطنية للشباب الجزائري يعتبر الإسلام منذ ظهوره عنصر أساسي من عناصر الفرد الجزائري والدافع والمحرك لأغلب أفعاله في السلم والحرب، وأن إبداعه في عمارة الأرض وبراعته في شتى العلوم ودفاعه عن وطنه من كافة أشكال العدوان الخارجي كانت بدوافع دينية، وهو ما يتطلب من هذه الوسائل إبرازه وتقديمه للشباب، خاصة كمثال على ذلك يعني جمعية علماء المسلمين ونوباديس وإلى غير ذلك كانت يعني في نشر تيار من الإصلاح والتربوة والوعي، كان من منطلق من مبادئ دينية تربية دينية في دين الحنيف، ولذلك من خلال ورسائل إعلامية حتى ينشأ متشبعا بدينه وعنوان هويته. وإن البرامج والأفلام والمسلسلات التي تبثها أغلب الفضائيات العربية والأجنبية اليوم لا تتوافق مع المضامين التربوية والأخلاقية للإسلام ولا مع التقاليد وعادات الأسرة الجزائرية. لقد بيّنت في هذا الكثير من الدراسات حجم التأثير الذي تتركه برامج كمسلسلات تركية ستار أكاديمي تعد على بعض القنوات العربية مثلا على الشباب العربي، ومدى انتشار الكثير من المفاهيم الغريبة في واقعه وثقافته من شكل الألبسة وغيرها، وما يستوجب أكثر من أي وقت مضى على القنوات والمؤسسات الإعلامية الجزائرية
مواجهته والتصدي له بتقديم البديل الذي من شأنه حماية عادات وتقاليد الأسرة الجزائرية. كذلك الانتشار مظاهر الانحراف والانحناء الخلقي التي تعطل طاقات الشباب داخل المجتمع أصبحت تستوجب علاجا سريعا من خلال تشخيص هذه الظواهر والكشف عن أسبابها إعلاميا كمرحلة أولى. ثانيا تقديم حلول ناجعة لها عن طريق استضافة باحثين وعلماء ومختصين للإفادة في الموضوع. كذلك استضافة حالات واقعية وعرضها للمشاهدة للوقوف على آثارها وانعكاساتها الحقيقية. مباشرة ومختصر وسائل الإعلام وخدمة اللغة الوطنية، أي ضرورة إعادة الاعتبار للغة الوطنية داخل برامج هذه الوسائل وما تبثه من خلال انتقاء الشخصيات الوطنية التي تجيد الحديث باللغة الوطنية. كذلك ترجمة جميع الأعمال الأجنبية التي تذاع على هذه الوسائل إلى اللغة الوطنية كتابة ونطقا. بناء برامج ثقافية وتربوية تساعد على إعادة الاعتبار للغة الوطنية وتنمي الشعور بالاعتزاز بها وتزرع الاهتمام نحوها في نفوس الشباب. إبراز الثروة التي تظفر بها كذلك اللغة الوطنية والمكاسب الكبيرة لها. كعنوان أخير وسائل الإعلام وترسيخ الوعي الوطني. تعريف الشباب بالجغرافيا الطبيعية والخيرات الكبيرة التي تشكل هذا الوطن وتظفر بها مختلف مناطقه قصد زرع الأمل في نفوس الشباب وزيادة تشبثهم بالوطن. تعريف الشباب بمآخر وبطولات الأجداد من خلال برامج وتحقيقات تتعرض لسيرهم وإبراز التضحيات الكبيرة التي بذلوها من أجل الوطن. الاحتفال بالأيام والأعياد الوطنية التي تحمل دلالات رمزية وتترك الشباب يشعرون بنفحات الوطنية، وذلك من خلال تنظيم أيام إعلامية وتأسيسية واستضافة شخصيات وطنية. كذلك بث أفلام تاريخية ووثائقية حول تاريخ الجزائر. إقامة مسابقات تاريخية وثقافية حول تاريخ الجزائر. التصدي للدعوات التفكيكية لوحدة هذا الوطن لكشف أساليبها وأفكارها من خلال تحقيقات ميدانية واستضافة العلماء لتوعية الشباب.